سامي الشيشيني يؤكد أن بيراميدز لم يأخذ مكان الزمالك، وأن المنافسة تقاس بالاستمرارية، مع انتقاد كثرة النجوم وتأثيرها على الاستقرار، وتأكيده أن الأهلي قادر على احتواء أزمة إمام عاشور. سيد عبد الحفيظ يعرض على الكابتن محمود الخطيب تفعيل الشرط الجزائي في عقد مصطفى قبيل مع أربيل العراقي بعد تعنت النادي العراقي في المفاوضات وعدم تقدير رغبة الأهلي في الحفاظ على العلاقات. إدارة أربيل العراقي تؤكد رفضها القاطع برحيل مصطفى قبيل للأهلي رغم وصول وفد من القلعة الحمراء للتفاوض المباشر بسبب حاجة الفريق للاعب، وتوضح أن الشرط الجزائي لا يفعل دون موافقتها. الأهلي يعرض على أحمد عبد القادر التجديد موسما واحدا ثم الخروج إعارة إلى الكرما العراقي وينتظر رد اللاعب. نادي نورسلاند الدنماركي يعلن رسميا استعارة إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي بنية الشراء النهائي، مع تأكيدات أن الخطوة تمهد لانتقاله لاحقا للأهلي، بينما بيراميدز حاول إعادته لكنه رفض. الأهلي يوضح في بيان رسمي أن غياب يوسف بالعمري عن القائمة بسبب عدم الجاهزية البدنية، مع عقد جلسة فنية معه والتأكيد على الثقة في قدراته. محمد سيحة حارس الأهلي يتعافى من الإصابة ويشارك بقوة في التدريبات. طبيب الأهلي يؤكد أن إصابة ياسر إبراهيم إجهاد فقط واستبعاده تحفظي. الأهلي يعدل خطة السفر للجزائر، تدريب صباح الخميس بالقاهرة ثم السفر عصرا وخوض الميران الختامي فقط هناك. شبيبة القبائل يحدد 7 مساء السبت المقبل موعدا لمواجهة الأهلي بعد تذيله المجموعة بنقطتين فقط. إدارة شبيبة القبائل تجدد الثقة في المدرب جوزيف زينباور رغم الانتقادات الإعلامية الحادة. صحف جزائرية تصف وضع شبيبة القبائل في هذه النسخة بالأسوأ تاريخيا، وتطالب اللاعبين بالحفاظ على الكرامة. تقارير: الأهلي يجهز عرضا أخيرا لآليو ديانج لتجديد عقده مقابل 1.75 مليون دولار مع إمكانية الاستفادة من بيعه لاحقا. كهربا يعود للظهور الإعلامي بعد فسخ عقده مع القادسية الكويتي لعدم الحصول على مستحقاته. نبيل عماد دونجا يخضع للكشف الطبي في النجم السعودي بعد موافقة الزمالك وتنازله عن 7 ملايين جنيه. وائل القباني يحذر الزمالك من استمرار بيع العناصر الأساسية. الهلال السعودي يضم كريم بنزيما من اتحاد جدة وسط تقارير عن اعتراض رونالدو. فنربخش التركي يتوصل لاتفاق لضم كانتي. أحمد أبو مسلم يشيد بسياسة التدوير بين الشناوي وشوبير، ويرى مروان عثمان خامة واعدة ويتمنى نجاح كامويش مع الأهلي. أبو مسلم يؤكد أن إمام عاشور لاعب مميز لكنه أخطأ، واستعادة الجماهير تتطلب التزاما تاما، ويرى أن طلب مساواة راتبه بزيزو وتريزيجيه غير منطقي حاليا. الإعلامي أمير هشام ياستروب لم يكن متحمسا لضم يوسف بالعمري وفضل كوكا وشكري، لكن إصرار سيد عبد الحفيظ حسم الصفقة، مؤكدا أن اللاعب سيحصل على فرصته قريبا.